السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم الفيديو مالنا جدا مهم، بس قبل لا نفوت للفيديو صلاة على محمد وآل محمد. اليوم الفيديو مالنا يتعلق بالبلك سويتش. مثل ما تعرفون جانا فصل الشتاء وجت عطلات البلكات سويتش بسبب الهيترات. طبعا هاي النوعية الحجرية اكثر الناس قاعد تستخدمها، قاعد يجونا عليها، هي البلكات سويتش الحجرية. اما هاي النوعيات فيستخدمونها للماطور او البلازما او بقية الاجهزة، وهذا الشيء انا ما افضله تستخدمون هذا البلك سويتش الحجري للهيترات. وهاي اكو نوعيات مثل هاي تجي اصلية افضلها على هاي. ليش؟ لان هذا البلك سويتش الحجري اكثر العطل اللي بيه دقمة. هاي منها صح ما تعطل، بس تعطل شنو؟ يصير حماوة على الدقمة، دقمتها جدا يعني عادية، وبسرعة يصير عليها حماوة، بسرعة تصير شورت وتخرب. فالافضل ان انا افضل هاي النوعية على الحجرية. هاي وحدة. وبخصوص الحجرية ما تصير على اي بوكس. هسه عندنا هذا بوكس حديد وهذا بلاستيك. طبعا تعرفون انتم البوكس الحديد يصير للحيطان يعني الدفن، والبوكس البلاستيك يصير للظاهري. طبعا هذا البلك سويتش تخليه على الحديد. طبعا هو بنوعية ضخمة وبنوعية تجي صغيرة. هسه ندخل هنا ما يدخل اذا تلاحظونه، فهذا ما يصير على على البوكس الحديد، لازم على شنو؟ بوكس بلاستيك. هاي اذا تلاحظونه بوكس بلاستيك. اما هاي النوعيات لا، ترهم على البوكس الحديد وعلى البلاستيك. طبعا قلت لكم اكو نوعيات اصليه مثل الاديسون، العراب، يعني هواي شركات تجي اصليه. المنار هواي تجي اصليه، الاورنيت. فاتمنى من يمكم تاخذون النوعيه الاصليه خاصه للهيتر، لان الهيتر جدا خطر. طبعا اتمنى شيء بسيط قاعد اقدم لكم بالقناه تستفادون من يمه، واي شيء تحبون انزل لكم بالقناه اكتبوا لي بالتعليقات، وان شاء الله بهاي الايام راح انزل لكم هواي فيديوهات بخصوص الهيترات والصوبات، واي شيء تحتاجون اكتبوا لي بالتعليقات قلت لكم، وان شاء الله راح انزل لكم بقرب وقت. واتمنى لايك واشتراك بالقناه، وطبعا اشكركم على دعمكم المتواصل ومساندتكم لي لان دخلت 20,000. شكرا لكم جزيل الشكر، اخوكم ميثم الموسوي.